ما رأيك في هذا القرار الذي وقعه الرئيس المؤقت عدلي منصور؟ يعني والله انا بعتقد ان السوق المصري كان في اشد الحاجه الى اصدار مثل هذا القانون. هذا القانون بيمنح جزء كبير جدا من الحصانه والاستقرار للتعاقدات الحكوميه، خاصه العقود الخصخصه او منح اراضي او امتيازات لبعض المشروعات او رجال الاعمال او حتى للقوات المسلحه اللي بدات تحصل حاليا على جزء كبير من التعاقدات الحكوميه بالامر المباشر. لكنني في نفس الوقت برضو اعتقد ان هذا القانون اتى في غير التوقيت المناسب. إذا كان بيمنح الحصانة للتعاقدات الحكومية فهو أيضا بيعطي حصانة للاستثمار للفساد، بحيث يعطي فرصة للحكومة أن تبيع ما تشاء، حتى يعني يسمح لي أن أقول الأهرامات أو سيناء أو أبو الهول أو أي شيء آخر، وهي تضمن أن القضاء أنها لن تقف أمام القضاء، وحتى إن وقفت أمام القضاء فإن القضاء لن يتمكن من الحكم بموجب طيب هذا القانون. هل هذا يا دكتور، هل يمكن القول أن هذه، يعني لن ندخل في النوايا، ولكن هل كان هذا الدافع؟ بمعنى هل كانت هناك بدائل أخرى واضحة بالنسبة لكم كخبراء اقتصاديين؟ يعني هو الغرض من هذا القانون ان هو يمنع راغبي الشهرة والمبتزين سواء للدولة او للحكومة، والذين يرفعون قضايا اغلبها قضايا غير حقيقية وليس لها اسس او قضايا وهمية. اعتقد ان الحكومة كانت تستطيع ان تضع بعض القواعد التي تضمن جدية عملية رفع الدعاوى، بمعنى أن تفرض يا إما غرامات أو السجن على كل من يثبت أنه رفع قضية أو دعوة غير جادة ولا تستند على أسس قانونية، وأن غرضه كان منها الحصول على الشهرة أو الظهور في الإعلام أو حتى ابتزاز أحد أطراف التعاقد سواء كانت الحكومة أو رجال الأعمال. اسمح لي أن أضيف نقطة مهمة جدا في هذا السياق، أن رغم أن هذا القانون قد يكون مشجعا للاستثمار، أعتقد أننا في فترة يعني حرجة خلال 60 يوم أو أقل سوف يكون لدينا رئيس جمهورية، سوف يكون لدينا يعني استحقاق برلماني، سوف يكون لدينا حكومة مكلفة. ما تفعله الحكومة الحالية من إصدار تشريعات أو إصدار قرارات بتشريعات هو مصادرة على الحكومة القادمة ووضعها في موقف حرج بالنسبة للظروف الاقتصادية القادمة. مصادرة لماذا؟ لم أفهم. يعني تضع الحكومة القادمة في موقف يا إما أن تعيد صياغة هذه القوانين أو تصدر قوانين جديدة بدلا من لأن تبني مصر بأن تبدأ من بداية جديدة وتصدر تشريعات هتضطر تراجع القوانين والتشريعات التي صدرت خلال العام، وهو نفس المشكلة اللي عملت بها الحكومات لما رجعت كل التشريعات اللي صدرت في عهد الإخوان، وكأن هؤلاء يفعلون نفس الأخطاء ويصدرون المشاكل إلى الحكومات القادمة. سيد علاء. في الحقيقة يعني أنا أشعر بأن هناك يعني تخطيط لتمهيد الأرض لمن سيأتي بعد ذلك. ما يحدث الآن من قرارات متناقضة تماما، يعني قرارات زي رفع أسعار البنزين والغاز يعني الآن السلطة تستطيع وفقا لهذا القانون أن تبيع أي شيء في مصر لأي جهة في العالم ولا يستطيع أحد أن يطعن في القرار. ده أنا هأعطي مثل على سبيل المثال. في السابق كانت الأراضي عندما تباع زي أراضي توشكا تم بيع 300,000 فدان ل3 شركات فقط، منهم شركة اللي هي الوليد بن طلال كانت واخدة 100,000 فدان. كان في القانون السابق يستطيع بأسعار طبعا يعني زهيدة جدا، بأسعار زهيدة جدا يعني لا تتعدى 5,000 جنيه الفدان، والمياه كانت على الدولة 100,000 فدان. تم رفع قضية وأحيلت الملف اللي هو بتاع الوليد بن طلال شركته التي أخذت 100,000 فدان من النظام السابق للرئيس المخلوع حسني مبارك، واستطاعت الدولة أن تسترد 75,000 فدان وأعطت 25,000 فدان من 100,000 فدان. أما الآن فنحن أمام يعني معضلة كبيرة، يعني هناك مئات الآلاف من الأفدنة تم إعطائها، يعني من على سبيل المثال 60 شركة في طريق مصر اسكندرية الصحراوي سوف تفلت بهذه الأراضي. بالمناسبة حتى هذه الأراضي اللي تم استردادها هل بالفعل تستلمها الدولة بعد 3 هي للأسف طبعا تتسلمها، لكن في طبعا عدم شفافية في عملية التوزيع. أيضا مجموعة طلعت مصطفى على سبيل المثال بعد أن استردت الدولة هذه الأراضي، هذا القانون الذي صدر مؤخرا يعطي الحق لمجموعة طلعت مصطفى أن تسترد كل الأراضي وألا تدفع تعويضات، وكان وصل الأمر أنهم كانوا يدفعوا تعويضات. لماذا؟ هل هو الأمر ليس بأثر، هل هو بأثر رجعي؟ بالطبع هذا قانون ويجب أن يعني هل هذا ينطبق على الاتفاقات التي ستعقد أم الماضية أيضا؟ لا، على كل القضايا بلا استثناء. نحن بنتكلم على قضايا لأن القضايا ما زالت يعني مرفوعة حتى الآن، القضاء ما زال ينظر معظم هذه القضايا، وبالتالي
كل هذه الأراضي مهدد أن يأخذها رجال الأعمال مرة أخرى، وألا يستطيع المواطن المصري أن يسترد حقوقه بهذا الشكل. دكتور عبد النبي، باختصار إذا كان لديك أي تعقيب تريد أن تقوله. لا يعني انا اعتقد ان يعني كان يجب ان يتجامل مع اصدار مثل هذا القانون، اعطاء على الاقل فسحه لبعض من يثبت انهم متضررين من اجل رفع القضايا، يعني لكن قصر الامر او الغاء هذا الامر بالكامل وكانك تعطي حصانه للفساد الحكومي ان يعطي من يريد وان يمنع من يريد. وزي ما ذكر ضيفكم الكريم ان حتى العقود التي تم بطلانها في الدرجه الاولى سوف يتم رفض كل هذه القضايا طبقا للقانون الجديد. وان انا كنت اتمنى من الحكومه ان تعيد النظر في مثل هذا القانون لتسمح لبعض الجهات او بعض المؤسسات، مجلس الشعب القادم اذا كانت نقابات العمال اتحاد العمال، بان تطعن على بعض القضايا او العقود التي تراها تمس مصلحه الوطن. والدوله ليست الحكومه فقط، الدوله هي الحكومه وهي الشعب. عندما تصادر على حق الشعب في ان يبحث عن مصالحه فانت تقع في خطا كبير جدا. شكرا جزيلا لك الخبير الاقتصادي دكتور عبد النبي عبد المطلب، وكذلك اشكر الصحفي المتخصص في الشؤون الاقتصاديه علاء البحار. شكرا جزيلا. أطلقت قوات الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات خرجت في عدة جامعات مصرية ضد الانقلاب العسكري، وطالبت المظاهرات بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، وأكدت رفضها لتقديم